ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هاخدكم في الجانب الاكبر والاهم من شغلي، وهو تعديل الملابس واعاده تدويرها. اللي احنا دلوقتي بنشوفه معانا النهارده عبايه. هي عبايه القماشه بتاعتها قويه جدا وكويسه جدا، بس هي الجوبير اللي عليها تهالك، فاحنا ممكن نلاقي لها حل. في كذا حل للجزئيه دي، بس احنا هنا اخترنا الحل الاسهل والاسرع، ان احنا نشيل الجوبير ونحط جوبير زيه. طب لو سألتوني، طيب احنا ممكن يكون في حل تاني زي ايه؟ زي ان احنا ممكن نغير الجزء بتاع الكم ده خالص ونعمل تغيير كامل، وهوريكم ده في فيديوهات تانية. بس النهاردة هنكون مع الطريقة اللي احنا هنشوفها دي. الطريقة دي ان انا هنا شلت الجوبير القديم، بفتح طبعا بهدوء وبشوف طبعا اهم حاجة واحنا بنفك الحاجة تكون بحرص، عشان خاطر ما يعني بدل ما نكون بنصلح نكون بنفسد. فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة للشغل بتاعنا. اول حاجه جبت الجوبير الجديد، وده كان من اختيار العميله طبعا، ان هي حابه تغيره تعمله اسود في اسود. فجبنا الجزء ده وحطيناه مكان الجزء اللي احنا لسه شايلينه. هنبتدي ان احنا نثبته على المكنه بالطريقه اللي زي ما حضراتكم شايفينها دي. في الجوبير هنا اللي هو بيبقى جاي باجزاء متفرقه او مايله كتير، من الافضل ان احنا نمشي على الجزء المايل بشويش، اكن احنا بنثبته بالحراره بالظبط، زي الحاجات اللي هي بتيجي بالحراره بتثبت دي فبتلزق كلها. هنا بقى احنا اللي بنثبت الجزء، فاحنا المفروض ان احنا الجزء اللي هو فيه دورانات نحاول نمشي مع الدوران، بحيث ان احنا نطلع الجوبير متماسك في القماش اللي قدام، عشان ما يكونش الجوبير منفصل عن القماشة بعد كده في الغسيل، لأن طبعا مع طبعة الغسيل وكده فبيبتدي ان الجوبير يريح شوية عن القماشة، فلما يكون متثبت كويس هتلاقي ان هو بقى جزء منها حتى بعد راحة الغسيل. هنا بقى جزء الكم التاني، بعد ما عملنا الجزء الكم الأول هنعمل الكم التاني زي ما حضراتكم شايفين كده، ونبتدي نقفله من المكان اللي فتحناه منه، لأن احنا طبعا فتحنا جانب الخياطة والسرفلة اللي في جنب الكم، بنبتدي ان احنا نقفلهم تاني زي ما كانوا بالخياطة وبالسرفلة تاني، وبيكون الكم معانا زي بالظبط مكان. ممكن بقى في المرحلة دي لو العميلة حابة ان هي تضيق الكم شوية عن مكان مثلا ممكن نضيقه، لان في طبعا اكمام بتبقى الوسع بتاعها زايد جدا، وده بيضايق بعض الناس، فكل واحد على حسب راحته وذوقه. هنا بقى بنبتدي ان احنا نثبت زي ما قلنا، زي ما قلت لحضراتكم بثبته وبرجع اثبته تاني ستارت من تحت، وبيكون متثبت بشكل جيد جدا مع القماش. وهنا بكون نهاية الفكرة بتاعتي، بس بننضف طبعا الجزء اللي هو بتاع الفتل بتاع الجوبير القديم بس عشان هي بتبقى باينة، بس ده كله طبعا مع الغسيل بيكون راح خالص. بيكون فتل بسيطة من الفك بتاعنا، وبيكون كده معانا الفينش النهائي للكم. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع أصحابكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.